السمبوسة بالنسبة إلي من أهم الأكلات برمضان. سويت لكم أكثر من حشوة، شوفوا الفيديو وقولوا لي إياه وعجبتكم أكثر. أحس هاي الماكينة لازم تكون موجودة بكل بيت. أول شي حشوة الدجاج، ثرمت صدور دجاج وأفخاذ دجاج بماكينة ثرم اللحم اللي وصلتني من باناسونيك من شركة الحافظ بالعراق. وبطاوة على النار حطيت شوية زيت وبصل مثروم والدجاج اللي ثرمته وملح وفلفل أسود ورشة من جوزة الطيب. وبعد ما يستوي الدجاج حطيت معدنوس مفروم وحطيته على صفحة يبرد. حشوة اللحم نفس الخطوات تقريبا، بصل مفروم ولحم مفروم. أنا أستخدم لحم عجل ويا ملح وفلفل أسود ومعدنوس، بس ويا اللحم ضفت شبنت راح تطلع أطيب. وآخر شي حشوة الجبن، وحشوة الجبن مالتي رهيبة، اعتمدوها. أخلط بيها 6 أنواع جبن، حلوم وعكاوي موتزاريلا وقشقوان وشدر وجبن أبيض ويا معدنوس وزعتر وشوية ملح وفلفل أسود. وهسه راح نبلش نلف السمبوسة. حشوة الجبن حطيتها نفسها، أما حشوة الدجاج واللحم ضفت لهم ورا ما بردوا جبن موتزاريلا، وهذا السر راح يخلي الحشوات تطلع وياكم وتخبل. وبلشت أحشيهم وحدة وحدة، وطريقتي بلف السمبوسة كلش سهلة، راح أنزل لكم إياها بالفيديو اللي بعده. وطبعا أني من هسه لفيت السمبوسة وفرزتها وحضرتها رمضان حتى تكون جاهزة، بس نطلع ونقلب. طيبين ما تعرف أقرر ياهو أطيب وحدة، أنتو شنو رأيكم؟ سمبوسة لو سمبوسك شنو تسموها؟